داخل جسم الإنسان في حاجة اسمها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي تعتبر الغرفة الأساسية لإنتاج الطاقة، بس الناس اللي بيكون عندهم خلل في وظيفة الميتوكوندريا دي بيعانوا من مشاكل كتير جدا، زي مثلا صعوبة في نزول الوزن أو صعوبة في إنفاق الطاقة بشكل عام. وعلشان تحسن من وظيفة الميتوكوندريا دي أنت محتاج تتمرن بشكل مستمر لسنين طويلة. بس تخيل بقى لو جبت لك مادة تحسن من الوظيفة دي وأنت قاعد في البيت. المادة دي هي SR 9009. المادة دي بيطلق عليها جملة التمرين في حبات. لو استخدمتها حرفيا هتلاقي تطور سريع جدا في مستواك الرياضي، كأنك بتتمرن بقالك 20 سنة. بس استخدام المادة دي معقد شوية ومحتاج منك تركيز عشان ما تضرش نفسك. عشان كده كمل معايا الفيديو للآخر لأني هشرح لك كل حاجة. ايه هي المادة؟ ازاي بتشتغل؟ فوائدها واعراضها الجانبية؟ هل محتاج تعمل لها PCT؟ طب لو قررت تستخدمها ازاي وبجرعات قد ايه؟ طب ايه هي الحمايات اللي المفروض تتاخد معاها؟ SR 9009 او ما يعرف بالستينابوليك هي مادة تجريبية تعتبر معدلة للأيض، يعني بالبلدي كده بتحسن من عملية الحرق. اخترع SR 9009 عن طريق دكتور توماس بوريس على انها مادة بتأثر على مستقبلات ريف ERB الفا بيتا، اللي تعتبر المستقبلات دي او البروتينات دي لها دور اساسي في عملية الحرق وفي الساعة البيولوجية. ولكن عكس السارمز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، فالSR 9009 ما يعتبرش صارم لان هو مش بيتحد بالمستقبلات الاندروجينية اصلا، ولكن الSR 9009 بيتحد بمستقبلات ريف ERB اللي بالتبعية بيكون ليها تأثيرات على عملية الحرق وعلى الساعة البيولوجية. ولكن لازم تبقى عارف ان الSR 9009 زي باقي السارمز اللي اتكلمنا عليهم فهي تعتبر مادة تجريبية، يعني لسه لم تطرح في الاسواق للاستخدام للبشر العاديين. وطبعا زي باقي السارمز كلها فالواده حطت الSR 9009 في قائمة المواد المحظورة. يعني لو حضرتك بتلعب اي رياضات تنافسية فلازم تاخد بالك، لان استخدام الSR 9009 على قد ما هو هيرفع لك المقدرة الرياضية، لكن لو اتعمل لك تحليل واتمسكت انك بتستخدم المادة دي هتتوقف. بيرجع البحث العلمي في مادة الSR 9009 لسنة 2012. في السنة دي دكتور توماس بوريس وزملائه نشروا بحث كسر الدنيا على الSR 9009 ومادة شقيقة شبهها اسمها SR 9011، وذكروا في البحث بتاعهم مقدرة المواد دي على تفعيل مستقبلات ريف ERB الفا بيتا وبالتبعية التأثيرات الخاصة على عملية الحرق. وفي نفس البحث ده اللي نشر في نيتشر اللي اتعمل على الفئران، وجدوا ان الفئران اللي اتعرضت للمادة دي كان عندهم زيادة كبيرة جدا في معدل الحرق وزيادة كبيرة جدا في معدل استخدام الأكسجين، اللي هو لو حبينا نترجمها على البشر ممكن نسميها VO2 ماكس. ووجدوا نقصان كبير جدا في كمية الدهون المخزنة. والشيء المفاجئ ان كل ده حصل من غير تغيير اي حاجة في الدايت اللي كانوا بيستخدموه. ونشر مقال في نيتشر برضو ان الSR 9009 عنده المقدرة ان هو يعيد الساعة البيولوجية. يعني لو حد مثلا كان مسافر من بلد لبلد وفي فرق مثلا 9 ساعات او 10 ساعات ما بين البلدين بيحصل حاجة اسمها جيت لاج او الناس بتواجه صعوبة في النوم. الباحثين وجدوا ان الSR 9009 بيظبط مسألة الجيت لاج او بيظبط مسألة الساعة البيولوجية. وعلى فكرة مشكلة الساعة البيولوجية دي ممكن تكون اصلا سبب مباشر في زيادة الوزن ومشاكل اخرى كتير جدا خاصة بجودة النوم. ومن هنا جت مقدرة الSR 9009 على تظبيط الساعة البيولوجية او تحسين عملية الحرق داخل الجسم. وطبعا الحاجات الجميلة دي كلها خلت الباحثين يحاولوا يشوفوا ازاي ممكن يستفيدوا من مادة زي كده لعلاج البشر من مشاكل كتير. ومن سنة 2013 بدأت تطلع ابحاث تحاول تعرف تأثيرات الSR 9009 بالظبط على العضلات بتحصل ازاي. وبالرغم ان هم وجدوا نفس الحاجات اللي كانت بتتقال من قبل كده على مقدرة الSR 9009 على تحسين جودة الجسم في استقبال واستهلاك الأكسجين، ولكن الحاجة الجديدة اللي وجدوها في السنة دي إن الSR 9009 مش بس بيحسن من وظيفة الميتوكوندريا، ده بيزود من عددهم. وبدأوا بقى يبحثوا في مقدرة الSR 9009 على تحسين حالات فشل عضلة القلب. وفي سنة 2018 و2019 بدأوا يبحثوا على مقدرة الSR 9009 على تبطيء عملية نمو الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان. ولكن تاني كل دي أبحاث اتعملت على الفئران وليس على البشر. ولكن طبعا لاعبين كمال الأجسام مش بيسيبوا أي مادة تعدي من تحت إيديهم عادي كده، ولما لقوا إن في مادة بتساعد على خسارة الوزن وملهاش آثار جانبية عنيفة على الجهاز العصبي المركزي أو على عضلة القلب أو ضغط الدم، فبدأوا إن هم يستخدموا المادة دي في تحضير البطولات أو في عمليات التخسيس، خصوصا إن المادة دي مش بتعمل قمع للتستوستيرون الداخلي أصلا. عشان كده كان بيتم تسويقها إن هو البديل الآمن للهرمونات، وكانوا بيستندوا على الأبحاث اللي اتعملت على الفئران عشان يقولوا قد إيه المادة دي آمنة. لكن ال FDA والوادا حطوها من ضمن المواد المحظورة لأن ما زال إحنا ما نقدرش نستدل على الأبحاث اللي اتعملت على الفئران ونتوقع إن المادة هتتصرف 100% على البشر بنفس الطريقة. عشان كده كان في تخوفات إن الSR 9009 بالرغم إن هو كان ليه خصائص بتبطئ من نمو الخلايا السرطانية على الفئران، لكن كان في تخوف إنها ممكن تكون بتزود من الخلايا السرطانية في البشر. ولكن طبعا بالرغم إن أنا لا أنصح أي حد إنه يستخدم
يستخدم الماده دي او اي صارم تاني او اي ماده تانيه بشكل عام، لكن في بعض الناس بيعرفوا ان هم يقيسوا الريسك والبنفيت، يشوفوا ايه هي الحاجات اللي ممكن يخسروها وايه هي الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها ويقرروا ان هم يستخدموها. عشان كده لو حابين ان انا اكمل في سلسله السورمز، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتكتبوا لي كومنت تحت، لان تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. طبعا من الفوائد المهمه جدا للاس ار 9009 بجانب مقدرته على تحسين عمليه الحرق داخل الجسم، ان هو بيزود من قوه التحمل في التمارين الرياضيه. يعني في الدراسه اللي اتعملت على الفئران وجدوا ان الفئران اللي اتعرضت للاس ار 9009 كان عندهم المقدره ان هم يجروا لفترات اطول ومسافات ابعد مقارنه بالفئران اللي ما تعرضوش للماده دي. وده بيدينا انطباع ان الاس ار 9009 بيبطئ عمليه الارهاق وبيخلي العضلات تعمل عمليه انفاق الطاقه عن طريق النظام الهوائي بنسب اكبر. ومن هنا بيجي الادله الشفهيه وسط لعيبه كمال الاجسام ان استخدام الاس ار 9009 بيخليهم ياخدوا المجموعات التدريبيه بتاعتهم للفشل العضلي من غير ما يتعبوا، ويقدروا ان هم يتعافوا بسرعه ما بين المجموعات التدريبيه وما بين ايام التدريب. يعني بالرغم ان هو مركب بيحسن من قوه التحمل، لكن قوه التحمل دي ممكن يحصل لها انتقال الى تمارين المقاومه في الجيم. وعن طريق نفس الميكانيزم ومقدره الاس ار 9009 انه بيخلي الجسم والعضلات ينفقوا الطاقه عن طريق النظام الهوائي بنسب اكبر. عشان كده الناس اللي كانوا بيستخدموا الاس ار 9009 كانوا بيلاقوا ان الجسم بيحرق دهون حتى وهم قاعدين ما بيعملوش حاجه، بالرغم ان الجسم هو بيعتمد على النظام الهوائي بنسب اعلى حتى وانت ما بتعملش اي مجهود خالص. ولكن الاس ار 9009 بيزود من الموضوع ده بزياده كمان، ومن هنا بيجي المصطلح بتاع ان هو بيزود الحرق. وطبعا الفوائد الجميله جدا دي بتنتقل الى مقدره الاس ار 9009 على تحسين الكوليسترول، لان في الدراسات اللي اتعملت على الماده دي اللي اتعملت على الفئران وجدوا تاثيرات ايجابيه جدا على الكوليسترول والدهون الثلاثيه. يعني مثلا في دراسه وجدت ان في نقصان بنسبه 47% في الكوليسترول بعد التعرض لماده الاس ار 9009. وده بيدينا انطباع ان الاس ار 9009 بيقلل من تصنيع الكوليسترول في الكبد وبيزود من عمليه استهلاك الدهون في اي من العمليات الحيويه الاخرى. ومن هنا بتنتقل المميزات بتاعه الاس ار 9009 على تحسين صحه القلب، لان من هنا بتيجي الاستخدامات اللي لعيبه كمال الاجسام بيستخدموها لو حد عنده زياده في الكوليسترول. لان فعليا سنه 2015 في دراسه كانت بتقترح ان المواد اللي بتفعل مستقبلات ريف اي ار بي فعليا هي وقائيه للقلب. عشان كده احنا كنا بنشوف في الدراسات اللي اتعملت على الاس ار 9009 ان هو بيحسن من فشل عضله القلب وبيقلل من الالتهابات داخل الجسم. طبعا آلية عمل الاس ار 9009 بالتبعيه لازم تحسن من سكر الدم ومن حساسيه الانسولين، وده لان الماده دي بتخلي الجسم يستهلك من السكر بشكل اكثر كفاءه. يعني مثلا في الدراسه اللي اتعملت على الفئران وجدوا نقصان بنسبه 19% في سكر الدم في الفئران اللي تعرضوا للاس ار 9009. مش بس كده، لكنهم وجدوا برضه نقصان في نسبه الانسولين في الدم، وده يدينا انطباع ان ماده الاس ار 9009 بتخلي العضلات تستهلك من السكر اللي في الدم بنسب اكبر. ومن هنا بيجي التفسير اللي بيحسوه لاعبين كمال الاجسام اللي بيستخدموا الاس ار 9009 ان هم وهم بيتمرنوا تمارين مقاومه ما زالوا بيحسوا ان عضلاتهم منتفخه ومليانه جلايكوجين، لان فعليا العضلات بتحتفظ بالجلايكوجين داخلها وبتعتمد بنسبه اكبر على الدهون لانفاق الطاقه. ولكن طبعا ما فيش اي ماده في الدنيا ممكن تديك مكتسبات كتير جدا في اي حاجه من غير ما تديك قدامها اعراض جانبيه للاسف. بالرغم ان الاس ار 9009 ما اتعملش اي دراسات عليه على البشر، ولكن في بعض الاعراض الجانبيه اللي ممكن نستدل عليها من الدراسات اللي اتعملت على الفئران او من الادله الشفهيه من لعيبه كمال الاجسام اللي استخدموا الماده دي. اول مشكله هتقابلك من استخدام الماده دي هي مشاكل في جوده النوم. يعني لو انت استخدمتها بجرعات زياده شويه او في وقت مختلف او في وقت غلط هتبوظ لك الساعه البيولوجيه، هتبذل مجهود كبير جدا عشان تعرف تنام بشكل مظبوط تاني. عشان كده كل الناس اللي كانوا بيستخدموا الاس ار 9009 متاخر شويه في اليوم ما كانوش بيعرفوا يناموا حرفيا. الاس ار 9009 ليه تاثيرات سلبيه جدا على الكبد، وفي كل الدراسات اللي اتعملت على الماده دي وجدوا ارتفاع في انزيمات الكبد بعد استخدام الاس ار 9009. وطبعا ده راجع للجرعه والمده، يعني كل ما الجرعه كانت اكتر والمده كانت اطول كل ما الحمل اللي كان على الكبد كان اكبر. من المشاكل اللي اللاعبين كمال الاجسام كانوا بيواجهوها هي مشاكل في الجهاز الهضمي. بعض الناس ممكن يحصل لهم اسهال، ممكن يحصل لهم غثيان، في حين ان دي حاجه مش واضح ايه السبب بتاعها، لكن غالبا ده بيكون بسبب ان الاس ار 9009 بيتم بقى تصنيعه وبيتخلط بمواد تانية. لكن انا ما لقيتش اي دليل على الانترنت بيوضح ان الاس ار 9009 ليه تاثير مباشر على المعده اصلا. من المشاكل اللي بعض الناس بيحسوها برضو من استخدام الماده دي هو صداع، ولكن بالرغم ان الماده دي هي مش زي الكافيين او هو ما يعتبرش ان هو محفز اصلا للجهاز العصبي، يعني الماده دي ولا بترفع معدل ضربات القلب ولا بترفع من الضغط، لكن بعض الناس بيحصل لهم الشعور بتاع الجيترنس ده اكنك لسه شارب كميه قهوه كبيره وبيحصل لهم صداع. طبعا دي حاجه بتختلف من شخص للتاني. وده ياخدنا لنقطه البي سي تي او البوست سايكل ثيرابي. هل انت محتاج تعمل بي سي تي بعد ما تستخدم الاس ار 9009؟
9009 في الواقع لا، لانها اصلا مش ماده بتتحد بالمستقبلات الاندروجينيه، يعني لما تستخدمها مش هيحصل لك اي حاجه خاصه بهرمون الذكوره اطلاقا. بالعكس بعض الناس اللي بيستخدموها اللي كانوا وزنهم زياده ممكن لما وزنهم يبدا يقل يحصل لهم زياده في التستوستيرون فعليا مش العكس. ولكن في حاجه مهمه جدا، مش عشان الماده دي ملهاش اي تاثير على قمع التستوستيرون الداخلي ان انت تستخدمها الى الابد، لان اصلا تاثيرها على الساعه البيولوجيه لوحده محتاج فتره راحه اساسا، وفي نفس الوقت ما فيش اي ابحاث اتعملت على البشر، فاحنا ما نعرفش تاثيراتها على المدى الطويل عامله ازاي. يعني ممكن يطلع قدام يقول لك ليها تاثير سلبي على المخ مثلا. عشان كده خد بالك، مش اي ماده يكون ليها فوائد في حته معينه تتجاهل ان ممكن يكون ليها مشاكل في اي حاجه تانية. ارجوكم يا جماعه خدوا بالكم، الفيديوهات دي هي فيديوهات تعليميه بالمقام الاول، ما تاخدش حاجه انا قلتها وتتجاهل كل حاجه تانية وتتجاهل ان مفيش دليل علمي على اي من المشاكل المحتمله اللي ممكن تحصل قدام على البشر. طبعا بعد كل اللي احنا اتكلمناه، لو انت قررت انك تستخدم الماده دي فخليك عارف ان لعيبه كمال الاجسام اللي استخدموها كانوا بيستخدموها في رينج من 10 ل 30 مللي جرام في اليوم. من 10 ل 20 مللي جرام هو السويت سبوت او الحته اللطيفه اللي ممكن ان انت تبدا فيها. حاول دايما ان انت تبدا بال 10 مللي جرام وشوف الاول مقدره جسمك او رد فعل جسمك عامل ازاي قبل ما تقرر انك ترفع الجرعات لفوق. طبعا العمر النصفي بتاع الماده دي يعتبر قصير جدا، احنا بنتكلم من ساعتين ل4 ساعات بحد اقصى. عشان كده الناس اللي بتستخدم الماده دي بيفصلوا الجرعه بتاعتهم لمرتين او 3 وفي بعض الاوقات ل4 جرعات في اليوم. بس المشكله ان فصل الجرعات ده لو خلاك تستخدم الماده متاخر شويه هتبوظ لك النوم. عشان كده يفضل ان انت تستخدمها بدري جدا الصبح جدا، وبعد كده مره في نص اليوم ومره على العصر كده، بحيث ان لما تيجي الساعه 12 بالليل وانت داخل تنام تكون اغلب الماده خرجت من الدم. طب المده اللي ممكن تستخدم فيها الماده بتتراوح من 6 اسابيع ل 12 اسبوع. انا شخصيا لا انصح اي حد انه يعدي ال8 اسابيع وهو بيستخدم الماده دي. يفضل ان انت تستخدمها لمده 4 اسابيع وبعد كده تاخد 4 اسابيع اوف، تدي فرصه لجسمك ان هو يتعافى، وبعد كده استخدمها لمده 4 اسابيع كمان لو انت حابب. طبعا في بعض الناس بيستاكوا الاس ار 9009 مع الكاردارين. انا كنت عملت عنه فيديو قبل كده، هحطه لك هنا فوق، ارجع اتفرج عليه لانه مهم جدا علشان يستفيدوا من خصائص الكاردارين في تفعيل مستقبلات بي بي اي ار دلتا، ويستفيدوا من الاس ار 9009 في تفعيل مستقبلات ريف اي ار بي. فيبقى هو استفاد من المادتين، اشتغلوا على طريقين مختلفين عشان يحسن من جوده الجسم في استهلاك الدهون كمصادر للطاقه. طبعا استخدام المادتين مع بعض دي حاجه كبيره جدا، يعني غالبا ما حدش هيحتاج انه يعمل كده الا لو كان بطل كمال اجسام محترف داخل على فتره كاتنج عنيفه جدا. انما الاشخاص العاديه المتوسطين اللي عايزين يخسوا شويه ما اعتقدش ان هم هيحتاجوا يعملوا كده. طبعا من استخدامات الاس ار 9009 اللي بنشوفها كتير جدا في لعيبه كمال الاجسام ان هم بيستخدموها في فتره البي سي تي، لان عاده في البي سي تي انت نسبه دهونك بتعلى اصلا، لان التستوستيرون بيبقى قليل فمقدره الجسم على تخزين الدهون بتبقى اكبر من الطبيعي. فاستخدام ماده زي الاس ار 9009 او حتى الكاردارين اللي اتكلمنا عليه قبل كده ممكن تقلل شويه من حده الموضوع ده. طبعا ما تنساش وانت بتستخدم الماده دي انك تستخدم مدعمات للكبد زي السيليمارين، الان اسيتايل سيستين والتاتكا، وتستخدم مواد تساعدك على النوم لو انت واجهتك المشكله دي زي مثلا الميلاتونين، المغنيسيوم جلايسينيت والاشواجندا. طبعا انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الاشواجندا مفصل وفي كل حاجه تخطر على بالك عن طريقه الاستخدام والجرعات وهكذا، انصحك ترجع تتفرج عليه. وطبعا مش محتاج اقول لك انك لو استخدمت الماده دي من غير ما تبقى عامل دايت مظبوط وبتتمرن بشده عاليه فعلا ما تتوقعش ان انت هتشوف منها اي فايده خالص. المواد دي هي حاجات بتساعد المنظومه اللي هي اصلا منظومه كامله متكامله، انت بس بتحط من فوق كده شويه توابل عشان تحسن الموضوع، انما ما تتوقعش ان هي الحبايه السحريه اللي هتحولك 180 درجه من غير ما تبذل مجهود خالص. ولو حابب ان انت فعلا تستفيد من الماده دي اكبر استفاده ممكنه في فتره كاتنج يبقى يفضل ان انت تمزجها بماده زي الاوسترين. الاوسترين يعتبر هو اكتر صارم تم دراسته، وكل الادله الشفهيه من لعيبه كمال الاجسام اللي كانوا بيستخدموا الاوسترين وجدوا ان هو من افضل الصارمز اللي ممكن تستخدم في فتره الكاتنج، ان هو بيحافظ على حجم العضلات الصافي وانت عامل عجز في السعرات الحراريه، ولكن انت ممكن برضه تستخدمه بجرعات ومده معينه من غير ما تعمل قمع للتستوستيرون الداخلي بنسب كبيره. ففعليا المزيج ما بين الاس ار 9009 والاوسترين في فتره كاتنج بجرعات معينه ومده معينه ممكن يخليك تحتفظ بالحجم العضلي اللي عندك وتخسر الدهون اللي انت عايز تخسرها من غير ما تحتاج تعمل بي سي تي او بوست سايكل ثيرابي. فانصحك ترجع تتفرج على فيديو الاوسترين. وبس كده، ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.